النهاردة يا شباب هنتكلم عن عقود العمل الموسمية اللي بتتاحها فرنسا للعرب في 2023، وتعتبر طريقة سهلة ليك للإقامة والعمل ودخول البلد هناك يا جماعة. والعقود ديت مش بيطلب منك بقى لغة ولا حساب بنكي ولا خبرة، وشروطها تعتبر مناسبة للجميع. بس طبعا قبل ما هندخل يا جماعة في التفاصيل، لو انت أول مرة تشوفنا يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم عن عقود العمل الموسمية الخاصة بدولة فرنسا، وتعتبر من أسهل الفرص المتاحة لأي حد طول السنة، سواء في فصل الصيف أو في فصل الشتاء يا جماعة. تعالوا نعرف أهم المجالات المتوفرة لعقود العمل الموسمية، وأهم مجالين يا جماعة هو العمل في الزراعة أو العمل في مجال السياحة. بس طبعا هناك شرط واحد يا جماعة يطلب منك، إن يكون سنك فوق 18 سنة. يعني يكون سنك فوق 18 سنة، 40 50 60، هم محددين من أول سن 18 سنة فيما فوق. وطبعا بتختلف مدة العقد حسب نوع الوظيفة، فمثلا في مجال الزراعة يا جماعة ممكن يوصل العقد لمدة 9 شهور 12 شهر، على عكس مجال السياحة ممكن تكون 3 شهور ل6 شهور بالكتير. طبعا زي ما احنا عارفين ان موسم السياحة بيبقى موسم ضعيف برضه. وطبعا عشان تاخد إقامة وعمل أو إقامة في قلب البلد أو في فرنسا هناك، أكيد لازم يكون هناك شوية شروط. أول الشروط ديت يا جماعة إن أنت لو خدت عقد عمل موسمي، هتحتاج إن صاحب العمل دوت يعمل لك تصريح، هنقول تصريح عمل هناك في قلب البلد، ودوت اللي العقود اللي هي فوق أكتر من 3 شهور. تاني حاجة يا جماعة يكون عقد العمل محدد المدة من 6 شهور ل 12 شهر، ده أقصى حد. بعد كده تعهد من المتقدم بعدم العمل، يعني متعهد منك بقى ان انت مش هتشتغل اكتر من مدة العقد في حالة حصولك طبعا على عقد موسمي هناك. بعد كده هتحتاج لتأشيرة إقامة طويلة هناك. وطبعا تأشيرة الإقامة دي هتيجي إزاي؟ أنت أول ما هتاخد عقد العمل الموسمي تقدر تقدم على تأشيرة هناك في قلب فرنسا. بعد كده أنت بتعمل إيه؟ أول ما توصل فرنسا بتعمل تصريح العمل اللي بيسمح لك بالإقامة بالبلد هناك بالمدة اللي متحددة في قلب عقد العمل، وزي ما قلنا أقصى حد يكون 12 شهر. طيب ديت الأوراق الخاصة طبعا بالإقامة وعقد العمل الموسمي والمجالات المطلوبة سواء كانت في الزراعة أو السياحة يا جماعة. إزاي أصلا أقدر أجيب عقد عمل؟ دي السؤال بقى اللي الناس لازم هتسأله، إزاي إن أنت تقدر فعلا تجيب عقد عمل. هناك طريقتين يا جماعة إن أنت تقدر تجيب فيهم عقد عمل، لا إما يكون ليك قريب أو مقيم، قريب في قلب فرنسا، مقيم بقى هناك في قلب البلد، يكون صاحبك يكون قريبك معرفتك. المهم قريبك دوت أو معرفتك دوت يكون ليه حد طبعا فرنسي هناك، او حد طبعا متجنس هناك وعنده، او اي حد طبعا معرفته وعنده مثلا زي ما نقول كافيتيريا، عنده مثلا مزرعة هناك في قلب البلد. هو دوت اللي يقدر يساعدك بطريق مباشر انه يجيب لك عقد موسمي. ممكن يكلم مثلا فرنسي، ممكن يكلم صاحب العمل دوت ويقنعه ان هو مثلا يستخدمك في عقد، يعني بعت لك عقد موسمي لفترة محددة، وده هيتيح لك ان انت تقدر تدخل البلد هناك. اما الطريقة التانية ديت يا جماعة، وهي الطريقة اللي هي تعتمد على نفسك. يعني ايه؟ يعني ان انت بتبدأ تراسل شركات بنفسك، او ان انت تراسل اصحاب الاعمال بنفسك. وانا برضو عشان اسهل لكم الامور ديت، انا هسيب لكم الروابط ومواقع الشركات اللي انت تقدر تراسلها. وطبعا يا جماعة الشركات ديت هتكون في المجالات اللي احنا اتكلمنا عنها، سواء في الزراعة او في مجالات السياحة. وبعد ما ترسلهم طبعا هم لما يردوا عليك ويبدأوا يعملوا لك ادمنيشن ليتر، يبعتوا لك خطاب القبول ديت ايه، زي عرض عمل او اوفر ليتر. دي بيسهل لك بعد كده حصولك على التأشيرة يا جماعة. وزي ما قلت أنا إن شاء الله هسيب لكم كل الروابط ديت في قلب صندوق الوصف للناس اللي هي حابة إنها تقدم بنفسها وتبدأ إنها تدور على عقد عمل موسمي. وهي العقود الموسمية مفتوحة طول السنة، سواء في فصل الصيف أو في فصل الشتاء يا جماعة، سواء في مجال الزراعة أو في مجال السياحة، للناس اللي هي حابة تقدم على عقود العمل الموسمية في فرنسا ملهاش مدة محددة. وديت اسهل طريقتين اتكلمنا عنهم، لا اما حد يكون لك قريب هناك او ان انت تقدم بنفسك. ودي كل حاجه خاصه بعقود العمل الموسميه في فرنسا، برضه عشان الناس اللي هتسالنا في 2023. ولو في اي استفسار يا ريت الناس تسيبونا في قلب التعليقات، وانا في اقرب فرصه هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.